السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. الزيارة اللي معانا المرة دي زيارة لكومباوند جنة أكتوبر، كومباوند جنة للإسكان الفاخر في التوسعات الشمالية على محور جمال عبد الناصر خلف نادي الصيد. رحنا وعملنا الزيارة ديت، وكانت الدنيا فيها هناك جميلة جدا. في عدد من العماير اللي كانت في الطرح الأخير، الطرح الثامن، اللي هي تقريبا من عمارة رقم 90 لحد عمارة رقم 130 العماير، أو 138 بالظبط. العماير دي نزلت في الطرح، والعماير دي جاهزة للتسليم، والعماير دي زي ما احنا شايفين فيها عدد كبير من السكان مقيم. ولكن تقييما للوضع اللي موجود هناك، الدنيا طبعا ككومباوند وكاهتمام وكخضرة وكصيانة، كل ده خلاص تمام، مش هنتكلم فيه لأن الصورة بتعبر عن المكان بقى عامل ازاي. ولكن السؤال المهم اللي الناس كتير بتسأله دلوقتي، هل في طرح تكميلي في 2023 ولا لأ؟ وده حتى الآن تقريبا المؤشرات بتقول إن صعب يكون في طرح تكميلي أو حتى طرح جديد خلال 2023. طيب الطروحات اللي كانت موجودة قبل كده خلال 22 وخلال سنة 21 كان بينزل الطرح عبارة عن تمويل عقاري لمدة 25 سنة أو 20 سنة. فناس كتير خدت بالتمويل العقاري، بس فيها عيب ان انت لما هتيجي تشتريها من حد واخد تمويل عقاري، قسطها قليل، هتدفع قسط قليل، ولكن الشقة هتفضل باسم صاحب الشقة أو صاحب اللي متخصص له الوحدة لمدة 7 سنين. ودي ناس كتيرة بصراحة ما بتفضلهاش وما بتحبهاش. الحاجة التانية هي إن الطرح اللي كان في فبراير 2023 ده أول طرح كان نازل لمدة 3 سنين وبتقسيط وبفايدة على 3 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين، ولكن خارج بره التمويل العقاري. علشان كده الطرح ده كان عليه هجوم بشكل كبير جدا، والطرح ده تسبب في ارتفاع أسعار الأوفر اللي موجود في كومباوند جنة حاليا. الطرح الأخير دلوقتي الناس بتعرض دور أرضي على 500 وعلى 450 وعلى 550 لما بيكون دور أرضي مش مميز. ولكن عمارة زي العمارة اللي قدامنا كده، دي عمارة لسه ما تسلمتش. فانت لو بتفكر انك تستثمر، يفضل انك تشتري في الطرح الاخير، ولكن عمارة تكون لسه ما تسلمتش، لان هتاخد فترة او هتاخد مهلة سنة او ممكن سنة وشوية كمان لحد ما العمارة اللي احنا شايفينها بالشكل ده تنتهي. مش هتقل عن سنة. انما لو خدت شقة في عمارة جاهزة للتسليم، فانت هتاخد الشقة وهيبقى ينزل لها جدول التسليم بتاعها في خلال شهر او 2 بالكتير، فهتبقى مطالب ان انت تستلم وتبتدي تدفع الاقساط بتاعتك، لانها لو على 3 سنين هتدفع 100 وشوية، لو على 5 سنين هتدفع حاجة و80، لو على 7 سنين هتدفع حاجة و50 ألف. فهتبقى مطالب انك تدفع المبالغ دي في اسرع وقت. ولكن الشقة اللي احنا بنتفرج عليها ديت شقة 130 متر النموذج الأمامي. حبينا ان احنا نفرجكم الشقة دي في الطرح الجديد علشان نشوف العمارة وهي لسه، او العمارة وهي فعلا لسه ما خلصتش، لسه محتاجة شغل. دي كانت احد الحاجات اللي احنا حابين نوريها لحضراتكم. طبعا الأسعار دلوقتي في الأدوار المتكررة في الطرح الأخير بنشوف إعلانات بأسعار خزعبلية، يعني بنلاقي 650 وبنلاقي 700 وبنلاقي 750 في الطرح الأخير. بالرغم إن أنت لما هتيجي تقسط الشقة على 3 سنين، هتلاقي لو خدتها كاش من غير تقسيط هتلاقي نفسك دافع في الشقة كده 2 مليون، 2 مليون و100. ده غير الفوائد، لو قسطت على 3 سنين هتلاقي فيه 300 ألف جنيه كمان زيادة في تمن
الشقة. فانت الافضل لو تقدر تكيش تمن الشقة يفضل ان انت تكيشها في ظل الاوفرات الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. حبينا ان احنا نتحرك مع بعض في المكان ونشوف اخر التطورات، وان شاء الله هيكون في فيديوهات تانية كتيرة هنعملها ان شاء الله مع بعض. شكرا لحضراتكم جميعا.